اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف. تحليه بمذاق القهوه والشوكولاته، ودرت لها بسكوي ديال اوريو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تتبعوها من الاول حتى الاخير. كتكون من 3 طبقات. الطبقه الاولى هي ديال اوريو، والطبقه الثانيه هي الكريمه ديال القهوه والشوكولا، والطبقه الثالثه عندنا فيها شوكولا من الفوق. كتجي لذيذه، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتبعوا الفيديو حتى الاخر. اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. مرحبا بكم معايا في وصفات الهام اليوميه. اليوم جيت لكم بواحد التحليه لعشاق القهوه. تحليه رائعه زوينه بزاف، تبردوا بها هكا ورا الفطور. كنحتاجوا ليها، عندنا ليها 3 طبقات. انا خديت هنايا واحد 6 حبات ديال بسكوي اوريو، هو كطبقه اولى. من بعد غادي نديروا الطبقه الثانيه، كتكون من معلقه كبيره ديال القهوه، 3 المعالق ديال النشا، واحد ساشيت كاكاو، 3 المعالق ديال السكر سنيده، واحد نصف اطرو ديال الحليب. بالنسبه للطبقه الثالثه غنحتاجوا ليها هكا دي مورسو شوكولا مع واحد 3 المعالق ديال الحليب. انا غادي نطحن هاد اوريو ورجع معكم. كما كتشوفوا من بعد ما هرمشوا بحال هكا، فكنديروا هو كطبقه اولى بهذا الشكل. هاد التحليه راه كتجي زوينه، كنتمنى انكم تجربوها. راه هاد الكيسان راه هما كبارين، تقدروا ديروا صغار، تقدر تعطيكم واحد 5 الكؤوس صغار. بالنسبه للطبقه الثانيه كناخذوا نص طرد الحليب، كنضيفوا ليه هاد السكر سنيده بهذا الشكل، كنضيفوا هاد المعلقه ديال القهوه تكون سريعه الذوبان. كنضيفوا هنا 3 المعالق كبار ديال النشا. كنفضل النشا على الطحين، يعني ديروا النشا غيكون احسن. وغناخذوا هاد الساشيه ديال ساهله، ساشيه ديال الكاكاو ساهله، وكتجي شي حاجه اللي زوينه. حركوا هادشي جيدا، عاد نضيفوه للبوطه. ضروري ما نحركوه، عارفين بان النشا كيبغي يتحرك قبل ما نحطوه على البوطه. من بعد ما وجدت لينا الكريمه ديالنا، راه كتجي كريميه وريحه القهوه طالعه منها يا سلام. نبداو نضيفوها بحال هكا على الكؤوس ديالنا. يطلع علينا دوك الطريفات ديال الاوريو ماشي مشكل. هادي لا تسنينا عليها اكثر حتى تبرد راه كتجمد. شوفوا كيفاش كتجي، ماشي مشكل بالنسبه لكم. هذا اصلا جا عطي بحال شي منيضر هنايا. شوفوا معايا هذا كيفاش جا، ما عرفتش كيبان لكم. كيبان دابا.
انا غنخليها بحال هكا، بالعكس جات عاطيه واحد المنظر زوين. غادي نصبروا على هاد التحليه حتى تبرد. انا غادي نخليها هنا بحراره المطبخ، ومن بعد غادي نديروا الطبقه الثالثه كيف ما قلت لكم. كناخذوا دي مورسو د شوكولا بهذا الشكل، وكناخذوا هنايا واحد 3 المعالق ديال الحليب. من بعد ونرجع معكم بعد ما كيجبد لينا شويه هذه التحليه ديالنا. غناخذوا هاد لي مورسو د شوكولا نحطوهم هنايا، نضيفوا عليهم هكايا قلنا شويه ديال الحليب، ونديروهم على البوطه حتى كيذوب. ها من بعد ما داب لينا كنضيفوا على هذا الشكل. من بعد ما ضفت له هكايا شوكولا صافي، راه غادي نديرو دابا في الثلاجه يبرد ونقدموه بالصحه والراحه. من بعد ما كيوجدوا فهم كيجيو على هذا الشكل، كيجي عاقد، كيجي المنظر ديالها زوين، واكيد غتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في هذا الشهر الكريم، ورمضان كريم عليكم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه، وباش كتمنوا ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.